طبعا يا جدعان ده تحديث نسخة الايفون اللي هي الام بي. ده مجرد تحديث اصلاحي بسبب المشاكل اللي كانت ظهرت في النسخة قبل كده، زي ان مشكلة الشتات اللي هي كنت انت بتيجي تخفيها تلاقي الشات ما ظهرلكش. فالمشكلة دي اتحلت دلوقتي، ولو انت جيت خفيت اي شات بتظهر لك عادي كل الشتات اللي كانت مخفية. بس شرط اساسي ان انت تضغط على صورة البروفايل في الواجهة الرئيسية من بره، تضغط عليها ضغطة مطولة، وبعدين هتظهر لك 3 نقط فوق على الشمال بتدوس عليها، وبعدين بتختار كلمة هايد شات. ديت بتخفي لك كل شتات او الشات اللي انت محدده. تاني مشكله طبعا اللي هي مشكله تنزيل الصور، ان الصور اللي ما كانتش بترضى تنزل عندك، ان مثلا حد يجي يبعت لك اي صوره ولا حاجه ما ترضاش ان هي تتحمل على جهازك، ولا ترضى ان هي يعني ما تظهرش في المعرض. كمان مشكله الفويسات ان هي ما كانتش بتحمل، والفيديوهات وهكذا. وفي بقى مشاكل تانية كتيره جدا، يعني زي مشكله التهنيج بتاع النسخه، او ان هي بتسجل خروج تلقائي لوحدها. وطبعا زي ما انت مش شايف انا ضفت لك زرار هنا، يعني كل ما تيجي تضغط على كلمه الاعدادات اللي هي تحت على الشمال دي، بيجي لك حاجه اسمها نصائح ومساعده. الزرار ده بيعرض لك يعني سؤال وجواب، اي سؤال بيجي في دماغك، يعني ازاي مثلا تفعل علامه الطمس، او ازاي تقفل جروبات او الشتات، ازاي تفصل الاثنين عن بعضهم. طبعا كل ده متوضح قدامك في هيئه سؤال وجواب عشان الناس اللي هتدخل تسال كتير. بعدين بقى تيجي تتك على كلمه الاعدادات من هنا كده، وتجيب خيارات الام بي. هتلاقي عندك الاعدادات الاساسيه اللي هي زي ما هي، اللي كلنا كده كده عارفينها. في طبعا الاعدادات الاخرى، انت لو حابب ان انت تعدل في حاجه في الاف ام مود زي اللغه والاشعارات وحاجات تانية، بتبدا طبعا تلغي الحاجات دي كلها او تفعلها على حسب ما انت تحب. يعني طبعا عندك الحاجه اللي بعد كده اللي هي الاشعارات، لو حابب ان انت توصلك اشعارات بمين شاف المسج او مين ما شافهاش او الكلام ده كله، بتفعلها او بتلغيها طبعا. وكل دي حاجات احنا عارفينها. وطبعا في التحديث ده ظهر فيه علامه الطمس، ورجعنا علامه الطمس من اول وجديد، وهي بتتفعل من الاعدادات عادي جدا. لو هي مش متفعله عندك، لا بتدخل على كلمه الشات وكده، وبتروح جاي مفعلها تاني، بتلاقيها ظهرت معاك. طبعا بتتحكم انت بقى في الحاجات اللي بتظهر لك، الايموجي والخصائص اللي بتظهر لك، الحاجات دي كلها انت بتكون متحكم فيها. عشان تحمل النسخه دي بقى، فانا حاطط لك اللينك بتاع التحميل في الكومنتات وفي وصف الفيديو، وفي لينك تحت ان عشان تعرف تحمل من اللينكات بتاعت النسخه. لو انت ما بتعرفش تحمل من اللينكات، هتلاقي لينك فيديو بيعرفك ازاي تحمل من اللينك. فانت كل اللي عليك اللي انت هتشوف الفيديو ده، وهتعرف تحمل النسخه عادي جدا. وبس كده اكون خلصت شرح فيديو النهارده. سيبك بقى تتفرج على بقيه الفيديو وتشوف بقيه الاضافات، الحاجات اللي هي اتضافت جديد في قلب النسخه. وزي ما قلت كل الروابط هتكون موجوده في وصف الفيديو وفي اول كومنت. وسلام.